الولد ده بيدخل العمليه وابوه بيكون خايف عليه جدا، وبعد ما بتخلص العمليه بيخرج الدكتور وبيقول لابوه ان العمليه نجحت، بس من ساعه العمليه وابنه ما فاقش بقاله اسبوع. والاب بيروح المستشفى وبيتخانق معاهم وبيقول لهم انتوا عملتوا ايه في ابني، وبيكون عايز تفسير على اللي بيحصل، والدكاتره بيتاسفوا له وبيقولوا له احنا هنعوضك. فبيروح المحكمه مع المحامي وبيرفع المستشفى قضيه، وبيقول ابني من ساعه ما دخل العمليه وبقاله شهر ما فاق، ساعتها بتخلص على انها غلطه طبيه وبيعوضوه بمبلغ صغير. وبعد ايام ابنه بيموت وبيعدي سنه، والاب كل يوم بيروح قدام المستشفى ومعاه الميكروفون وبيشتم فيهم عشان موتوا ابنه، بس هو ماشي في واحد بيخبط فيه وبيوقعه، وبيلاقي ورقه صغيره مكتوب شركه الانتقام، وبيتصل بيهم وبيقول لهم على اللي حصل. ومن ساعه ما ابني خرج من العمليه وهو ما فاش وبعدها مات. وبيوصل تاني يوم فريق الانتقام عشان يعرف السر، وبتدخل بنت على المستشفى وبتدخل على اوضه المراقبه، بس بتلاقي ان كاميرات المستشفى كلها مش شغاله. فبيدخل واحد تاني اسمه داني وبيقرر يعمل نفسه مريض، ورايحين يعملوا له عمليه عشان يكشف السر. وكان قايل لزميلته بعد العمليه ب3 دقايق ادخلي، وهو في العمليه بيكتشف ساعتها الممرضين دول بيسرقوا اعضاء البشر.